العوات ما راني نقول لك راهم هجروا من الكيران تاع فرنسا زعما وجاو عند محمد الخامس، دار لهم محمد الخامس الشان والشنعي. السلام عليكم الخوت ومرحبا بكم معنا مره اخرى في فيديو جديد. الموضوع عندنا اليوم غادي يكون على المغرب والجزائر، وعلاش العلاقه ديال هاد الدول وصلت حتى لهاد الدرجه، حتى الشعوب ولاو تيتسابوا ما بيناتهم. الصراحه هادشي اللي ولينا كنشوفوه في المواقع التواصل الاجتماعي وخصوصا في الباجات ديال الفتنه ما بقاش كيعجب. ومنين كتدخل شي فيديو ديال هاد الناس وكتهبط تقرا التعاليق كتلقى حرب واقعه ما بين اشخاص من المغرب واشخاص من الجزائر. وفي الصراحه ملي كتشوف العلاقه ما بين المغرب والجزائر كيفاش كانت شحال هادي وكيفاش كانوا شعب واحد والمحبه والموده بيناتهم، كتحزن على هاد العصبيه والسب والشتم اللي ولينا كنشوفوها من كلا الطرفين. وفي هذا الفيديو ان شاء الله غادي نشوفوا جزائريه مغربيه كيحكيو كيفاش كانت العلاقه شحال هادي ما بين الشعوب وكيفاش كنا شعب واحد. ولكن قبل كنتمنى انكم ديروا لايك للفيديو وتبارطاجيوه باش يوصل لبزاف ديال الناس، ونحاولوا اننا نطفيو هاد النار الفتنه اللي واقعه حاليا. ما غادي تخسروا والو الخوت، ضغطوا على لايك وهبطوا لتحت وديروا شي تعليقات يكونوا زوينين بحالكم، تعليق ولا جوج ولا ثلاثه، داكشي اللي قدرتوا تكتبوه. هذا الشيء الخوت غادي تقترح الفيديو على بزاف ديال الناس. المهم بلا ما نطول عليكم في المقدمه ندوزو نشوفوا الفيديو. اليوم ابا جزائري. وشحال عشت في الجزائر تما كنتي والوالد قبل ما تجيو؟ انا جيت مولات 15 عام، وجيت مولات 15 عام صافي. وعلاش جيتوا من الجزائر؟ علاش باك جا من الجزائر هنا للمغرب؟ هجروا ما الابات ما راني نقول لك راهم هجروا من الكيران تاع فرنسا زعما وجاو عند محمد الخامس، دار لهم محمد الخامس الشان والشنعيف. خرج الناس من الديور وسكنهم. شحال من خطره نطلع البنيدره هنا عند خوالي وبقاو نسا خوالي يعاودوا لي يقولوا لي تجينا ب100 واحد، 100 جندي. قالت لك تجينا في الليل ونوضوا، قالت لك هذاك الوقت راك عارف ما كانش الخير نتاع اليوم. نوضوا قالت لك نخبزوا ونديروا غير الشيشه ونخبزوا، قالت لك الفطير ونديروا لهم تا، قالت لك نصبنوا لهم ونسقدوهم ونعاودوا لهم. والغدوه اللي قالت لك يعاودوا يوليو، قالت لك يمشيو يوليو هذو الجنود تاع الجزائر. والناس العاديين كانت الجنود يجوا، كانت عادها السيك ما دارتوش فرنسا، يجيو الجنود يدخلوا هنا المغرب، كانوا هنا دايرين المكتب ودايرين كل شيء هنايا في المغرب، يجيو يدخلوا يفيكتيوهم على الدشور، يصبنوا لهم ويوكلوهم ويشربوهم ومساكين ويقوموا بهم. هي الغدوه لي هذوك الجنود عاوتاني واش هذاك الفيه تقعدوا تمشي فيا اخرى ما نعرفت، انا ما عرفتش. قالت لك عندنا كل سيمانه هاك 7 سنين، قالت لك وحنا هاك وحنايا، قالت لك مع الجنود نتاع الجزائر نوكلوهم ونشربوهم ونصبنوهم. انا جيراني كانوا حدايا هنايا، كنت متزوجه انا، يخلصوا الحق على اولادهم. ما عرفت شحال من واحد ميت جندي في الجزائر في الحرب نتاع الجزائر. مغار كيف ما شفتوا معايا خوتي الهضره كامله اللي قالت هاد الام كتقولها وهي كتحس بواحد الفخر اللي كبير وكتحس بها مخرجاها من قلبها. وفي الصراحه من تعاودوا لك هاد الناس الكبار على داكشي اللي كان واقع شحال هادي ما كتسخاش وكتبقى غير كتسمع وما كتبغيهاش تحبس من الهضره. المهم الخوت دابا ندوزو نشوفوا الام المغربيه شنو غادي تقول. مغربيه يا اخي وليس جزائريه. في الغزوات دائره لمسان. ايوه المسافه لا تبعد عن الحدود المغربيه مسافه 15 كيلومتر. جزائريه ولا مغربيه؟ لا انا مغربيه. ايوه اليوم أنا نعيش في وجدة وخالتي توفات في الغزوات 3 سنين، مسافة 15 كيلومتر. احنا ما قدرناش ندخلوا نعزيو، وتوفات الوالدة ديالي لسنتين. أيوة. ما قدوش يدخلوا يعزيونا والاتصال بيننا مقطوع، لا يعرفون عنا شيئا ونحن لا نعرف عنهم شيئا. والمسافة 15 كيلو. والمسافة 15 كيلومتر. الله. ما نقوله لكم اليوم في هذا المنبر، أولا أنا كنشكركم على هذه الشجاعة أنكم كنتوا يعني قربتوا المسافات. بالنسبة للشعب الجزائري نحن عشنا مع الشعب الجزائري. الشعب الجزائري ليس هو هذا الشعب اللي كيخش مواقع التواصل الاجتماعي. الشعب الصح معقوله، لنا معهم علاقات طويله. رحم الشعب ماشي غير رحم، حتى الجيران. لما الوالد ديالي عاش 13 سنه في الجزائر ولما رجع كانوا يجيو الجيران اصدقاء عندنا. الشعب الجزائري حر، شعب النخوه، شعب مضياف، وشعب يحب النكته والضحك. وين هم الشعب لماذا لا ينصفوكم؟ وين شوف هم اليوم ليس لا ينصفوننا، هم اليوم تحت الضغط. يعني هم نحن حتى هذا هم اليوم ضحيه. هذا النظام، هذا المواقع التواصل التي تخرج تتكلم، فئه منها مغرر بها لانها لم تاتي الى المغرب وترى، وفئه مضغوطه عليها. سؤال واحد، لحظه قبل السؤال، اهلك في تلمسان نعم
ما في تواصل اليوم 3 سنين ما في تواصل بيننا مثلا من الحدود. وحتى لنا اخوتي تنكون وصلنا للنهايه ديال هذا الفيديو. الا كنتي اول مره كتسمع هذا الصوت ولا اول مره كتشوف هذه القناه، هبط لتحت واشترك معنا في القناه وفعل زر الجرس باش دائما تبقى توصل بالجديد. نتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله. بيس اند لوف.